السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم عن جديد بقناتي. طمنوني عنكم، شلونكم، أخباركم؟ إن شاء الله زينين، أموركم كويسة، وضعكم تمام. اليوم حبيت أرجع لكم فيديو جديد. قاعد أصور لكم البيت، طبعا بعد ما خلصت الشغل، لأنه ما خارج أصور وأني أشتغل. يعني اعذروني شوية. فهنا بعد ما خلصت شغل، كانت الساعة حوالي 4، حوالي أذان العصر. بعد أذان العصر يعني صليت العصر وقلت أسوي جولة بالبيت هيك. شغلت المروحة لأنه جاية الدولة، فنستغلها حتى لو ما احنا قاعدين عليها، نستغلها تطلع ريحة الطبخ من البيت. رطوبة، لأنه جو بيروت دايما رطوبة. كله تمام، الأمور عندي تمام. ما أكون مرتاحة نفسيتي إلا يكون بيتي مثل هيك، كله تمام ونظيف. اليوم بنزلت على السوق الخضرة، جبت باقتين نعناع أخضر، ففرفطتهن بهالشكل هذا وغسلتهن حيل زين حتى يبسن، لأنه بلشت أسوي مونة النعناع اليابس، لأنه بفرق كبير بين النعناع نسويه على يدينا والنعناع اللي نشتري. اليوم أول يوم ب10 ذي الحجة، وأني هاي السنة قررت أصومها. أولي لما كنا بسوريا عند أهلي كنت يمكن صمتها، كنت أصومها، ماني متذكرة والله. بس من صار لي من جيت لي جاي على لبنان ولا مرة صمتها، بس رجعت إن شاء الله بدي من هنا ورايح كل سنة أظل أصومها. فاليوم كان أول نهار من ذي الحجة، فصايمة أني وساعتين ثاني يوم من ذي الحجة. زاد صايمة وقاعدة أسجل الصوت على الفيديو حتى ينزل. فقررت إنه هاي أول طبخة بالبامية لهاي السنة، الموسم الصيفية لهاي السنة. إحنا أهل المنطقة الشرقية، الرقة، الحسكة، دير الزور، من عشاق البامية يعني. حتى نمونة للشتوية نحاول نخزن يعني من البامية. يعني عندنا البامية مثل السمائية بحلب، أو مثل يعني مثل هيك الطبخات، مثل ما بحلب مشهورة السمائية والما أعرف إيش الثانية، إحنا عندنا البامية والملوخية براس القمة. فاليوم ما جبت من هذيك التجزقار لأنه غالية، جبت من الأكبر، قسمت كل حبة بالنص هيك، لأني ما أحبها تكون كبيرة بالطبخ. فحطيت الزيت وقاعد أحط لها ثوم، شوحها بثوم البامية على المزبوط لما يتغير لونها على المزبوط، وبعدين أضيف البندورة المعصورة. شفتم زاد البندورة ما جبتها من التازة، جبتها تبع طبخ، يعني لأنه أنا بدي أعصرها بنفس اليوم جبت الخضرة واليوم طبخت، وبدي أعصرها عصر، ما بدي أفرمها وما بدي للسلطة يعني. فجبتها من أرخص شيء، وعصرتها عصر بهالشكل هذا، صفيتها وضفتها للبامية من بعد ما شوحتها بالثوم، وأسا أغطي عليها، ولما تغلي قبل ما تستوي أرجع أحط لها النوب ثوم وكمون، وأضبط ملحها. هذا الجلي المصافي اللي طلع معاي بأسباب البامية، لأنه بدي أعصر البندورة وهيك، فطلع جلي عندي. أغسلهن وبعدين أبلش بالرز. بلشت أسوي رز، حبيت أسوي رز بالشعيرية. عندي أطفالي ما يحبون الرز بالشعيرية، يحبون الرز هيك من غير شعيرية. بس اليوم قلت يلا، اليوم على ذوقنا مو ذوقكم. سويت الرز بالشعيرية، حد البامية غير شكل. يعني بلشت تغلي عندي البامية ويتغير لونها وبلشت تستوي، وكنت قمت على الطبخ قبل الأذان بساعة. فبامية ورز واستوى عندي. ما حطيت سفرة رمضانية مثل رمضان نحط التمر ونزبط الأمور، لا، عشاء عادي. بس إنه زوجي ما يحسن يصوم، لأنه يشتغل بالشمس، شغله بالشمس، فما حسن يصوم. بس أني صمت وحطيت الأكل وحدوا هالحشايش مثل ما انتم شايفين، وهاي سفرتي بأول نهار من ذي الحجة.